سمعت المنادي يقول الصلاة خير من النوم، والله خير. إذا قال لك الله إن الصلاة خير يعني خير. الله يقول يناديك يقول حي على الصلاة، تعال للصلاة، ثم بعد حي على الفلاح، يعني الفلاح في الصلاة. والله لن تذوق الفلاح إلا في هذا الصلاة. يا أخي أنت تستشعر أن الله اصطفاك من ضمن ملايين من البشر يقومون في هذا التوقيت يصلون صلاة الفجر في بيت الله جل وعلا. تدرون يا إخواني كثير من الناس ينامون عن صلاة الفجر. نعم. يا أخي استشعر أن الله اصطفاك. يا أخي استشعر أنك الآن أنت في ذمة ملك الملوك جل وعلا. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. يا أخي استشعر يا أخي الغالي، استشعر أنك أنت الآن اتصفت بصفة أهل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء. هي نعم، اللي ينام ترى اتصف بصفة المنافقين، أما اللي يقوم يصلي مع المسلمين هذا اتصف بصفة الإيمان. استشعر يا أخي الغالي أني أنا أقوم في هذا التوقيت صلاة الفجر طاعة لله، مع أني أنا ما نمت إلا ساعة ساعتين، لكني أنا أقوم أقدم طاعة الله على رغبة الشخصية. الله يراك الآن من فوق 7 سماء ويعلم ما في قلبك ويعلم أنك مرهق وتعبان وتبي النوم، لكن ربي جل وعلا شافك صادق معه أعطاك الله جل وعلا. استشعر يا أخي الناس اللي مرضانين فيهم عين وفيهم حسد وفيهم مس وفيهم مشاكل أنه بعيد عن الله جل وعلا وبعيد عن صلاة الفجر، لأنه في غير في ذمة الله. يا أخي استشعر أن هالركعتين بس السنة القبلية خير من الدنيا ما فيها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا ما فيها؟ الله والله جماعة شيء عظيم. استشعر يا أخي الغالي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك في هذا الحديث ضمان أنك من أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. حافظ بس على البردين تدخل الجنة. استشعر أنك إذا قمت الآن وصليت الفجر في بيت الله جل وعلا أنك بديت يومك بخير، بيومك كله بديت بالتوفيق والبركة والسعادة.